السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم غريبة ديال السميدة والكوك بجميع الاسرار باش تنجح معكم ان شاء الله من اول تجربة، ونشارك معكم حتى الاخطاء اللي كيديروا بعض الاخوات باش ما كتنجحش معاهم. غنحتاجو 3 ديال البيضات يكونوا بحرارة المطبخ، يعني نكونوا خرجناهم من الثلاجة من قبل. وغنحتاجو كأس ديال السكر سنيدة، هاد الكأس كيهز تقريبا 100 غرام، ومعلقة صغيرة ديال قشور الحامض وقبيصة ديال الملحة. وغنحرك هاد السوائل مزيان حتى يتخلطوا، حتى يذوب لينا داك السكر مع البيض. تقدروا انكم ديروا هاد السوائل كاملين في مونيكس وتطحنوهم مزيان، عاد تكبوهم في شي قصريه وتبداو ديروا النواشف بحاجه بحاجه. انا الصراحه تنفضل نخدم بهذه الطريقه هذه. دابا غادي نزيد كاس ديال الزيت، وغادي نخلط مزيان حتى يبان ليا داك الخليط بلا تعلك. تما كتعرفي بلا صافي، يعني كتبدي ديري في النواشف بحاجه بحاجه. هنا درت معلقه صغيره ديال الجليكوز. بالنسبه اللي ما مطوفاش عندها الجليكوز تقدر دير 2 معالق كبار ديال الكونفيتير ديال المشماش بحال بحال. انا عندي الجليكوز استعملته. هنا درت راس معلقه ديال نكهه البرتقال، وغنبدا نضيف في الكوك. هنا عندي 250 غرام ديال الكوك. الكوك خاصو يكون نوعيه جيده، حيتاش الكوك صراحه راه كاين بزاف ديال البنات ما كتنجحش معاهم الغريبه، وتيكون السبب اغلبيه من الكوك. الكوك خاص يكون الحبات ديالو غلاظ، ويكون يعني تحكي هكا بين صباعك كيطلق الزيت، وحتى الثمن راه كيكون زايد على الكوك العادي. وكنخدم في هاد المرحله هادي كنخدم الكوك مزيان حتى كنحس بيه يعني خدام دوك المكونات كاملين. ومن بعد كنبدا ندير السميده عندي 250 غرام. غنبدا نضيف غير بشويه بشويه، حيتاش بعض المرات كتكون السميده كتشرب ويعني ما تيكونش، ما خصكيش ديريها كامله. هنا درت كيس ديال خميره الحلويات 16 غرام، ونبدا نخدم مزيان وانا كنشوف. هنا راه هاد الخليط هذا هز ليا هذيك السميده كامله، يعني درت 250 غرام ديال السميده كامله. ونخدم العجينه مزيان حتى تبان ليا تجانسات، ومن بعد كندوز باش نشكلها كويرات. هنا عندي السكر كلاصي سبيسيال، وحتى السكر كلاصي كيلعب دور مهم زعما باش تنجح معكم هاد الغريبه. وهنا غنشكل هاد الخليط كله كويرات. ومن بعد هنا راه كندهن يدي بمزهر، غير ما تسجلش هاد المقطع، كندهن يدي بمزهر وكنشكل كويرات. غنشكل هاد الخليط كامل. وهنا راه درت الفران يسخن من التحت ومن الفوق. من بعد كنطفي الفوق وكنخليه لتحت وكندخل لاطه. غنشكل هاد الكويرات كاملين ونديرهم في السكر، ندوزهم في السكر كلاصي. وكنحاول ندير واحد الطبقه ديال السكر كلاصي فوق من الغريبه ونضغط عليه باش يبقى شاد داك السكر كلاصي ويبقى الشكل ديالها مزيان. هنا راه اللاطه دايره فيها السيربات، تقدروا ديروا فيها ورق ديال الطبخ ضروري، يعني ما دهنوهاش بالزيت وتقولوا راه ما غاديش يعني غنحيدوها بسهوله، راه كتلصق. وهنا راه شعلت الفران من قبل باش يسخن، يعني ما ديروش فيه الغريبه وهي يعني الفران يكون سخون من قبل. غادي نكمل هذوك الكويرات كاملين ونصدفهم في اللاطه، ندخلهم في الران يكون سخون. ندخل اللاطه من التحت حتى تشقق ليا غريبه كامله، عاد نطلعها من الفوق. وهنا المده راه ما كتفوتش، يعني تقريبا 8 ديال الدقائق ولقيتها طابت. وهنا هانتوما كتشوفوا الشكل، يعني غريبه ناجحه 100%. هنا كانت عندي الطلبيه ديال واحد السيده وقلت نشاركها معكم. فاش كنحط شي ستوري في الفيسبوك كيسوليني بزاف ديال البنات على المقادير وكيبغيو الطريقه بالتفصيل، وبزاف منهم اقترحوا عليا باش نفتح قناه ونشارك معاهم فيديوهات ديال الحلويات اللي كنحط. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، والى عجبكم شاركوه مع العائله والاصدقاء وشجعوني، لانه بصراحه التصوير ماشي ساهل، يعني كديري فيه واحد المجهود اللي هو كبير. وشكرا لكم بزاف، وكنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم.